الخوف مش دايما بيمنعك تبدأ، ساعات الخوف بيجي لما تبتدي تنجح فعلا. أول مرة جالي إشعار على الموبايل: تم تحويل 150 جنيه من فودافون كاش. قلبي دق جامد. رمزي بصوت داخلي: هو ده بجد؟ أنا بعت حاجة وكسبت؟ فتحت الإشعار تاني وقعدت أبص فيه وأنا مش مصدق. أنا رمزي اللي طول عمره بياخد مصروف، دلوقتي حد حول له فلوس علشان خدمة قدمها. بس بدل ما أفرح لقيت حاجة غريبة بتحصل جوايا: قلق، توتر وخوف. قعدت أقول لنفسي: أنا مين علشان أنجح؟ طب لو بكرة فشلت؟ لو زعلت حد؟ لو الناس قالت عليا متفزلك؟ طب لو بابا عرف إني بقيت أكسب؟ وسط الأفكار دي جالي تليفون من عم فارس. فارس: إزيك يا ندى؟ شفت أول حوالة؟ رمزي: شفت. فرحان؟ رمزي بتردد وخايف. فارس ضحك: كويس، يبقى بدأت تفهم معنى المسؤولية. فارس: الخوف ده مش عيب. الناس فاكرة إن الخوف بيجي قبل الفشل، لكن أوقات الخوف بيجي لما تكون قريب من النجاح. رمزي: طب أعمل إيه؟ فارس: كمل، إنك مش لازم تكون عبقري علشان تنجح، بس لازم تكون شجاع علشان تكمل. بالليل كتبت في الكراسة: الناس بتقول النجاح محتاج شطارة، بس الحقيقة النجاح محتاج جرأة تكمل وانت خايف. تاني يوم نزلت اوردر جديد وبدأت أخطط أعمل صفحة على السوشيال ميديا، مش علشان الناس، علشان أقول لنفسي أنا مستعد أواجه مخاوفي. رمزي وهو بيصور أول فيديو بسيط للمحتوى بتاعه صوته بيتهز وإيده بتترعش، بس بيقول آخر الفيديو: حتى لو خايف هكمل. قولي بصراحة، هل مرة نجحت فيها وخفت ترجع تفشل؟ هل مرة حسيت إنك مش تستحق اللي وصلته؟ اكتب لي في الكومنت إيه أكبر خوف وقفت قبل كده، وإزاي هتكسره المرة دي. وصاحبك الجميل بيحول كل كتاب لحكاية. ويلا بينا نوصل للحلقة اللي بعدها، فيها رمزي هيبدأ يشتري أول أصل حقيقي في حياته.